النهاردة هنتكلم عن الطفل اللي اتعاقب علشان دماغه مختلفة. هنحكي حكاية عمرك ما سمعتها قبل كده. خلينا نشوف طفل محدش سأله مالك ولا عمر حد اهتم بيه. تعالوا نرجع من البداية واحكي لك عن طفل كان ذكي بس دايما متأخر، كان شاطر بس دايما بينسى، كان دايما بيحاول بس دايما النتيجة أقل من المتوقع. الطفل ده ما كانش شقي على فكرة، ولا قليل الأدب ولا كسلان، بس دماغه مختلف. بس بدل ما حد يسأله مالك في ايه او انت بتشتكي من ايه، اتسأل طول عمره سؤال واحد مختلف تماما عن السؤال اللي كان مفروض يتسأل له: ليه ما بتبقاش زي غيرك؟ والسؤال ده كان بداية كل حاجة. ساعات كتير الغلط بيبقى جوانا صفة، وصفة مش حلوة. الطفل اللي انا كنت بحكي لكم عليه ده كان بيغلط في حاجات بسيطة قوي، يعني مثلا ينسى كشكول المدرسة، يتأخر 5 دقايق، يسرح وهو بيسمع، ما بيعرفش يركز. غلطات انا معاك، اي طفل يعملها، بس اللي حصل له ما كانش تصليح، كان توصيف. يعني ايه؟ يعني ما تقلوش اعمل كده عشان ده الصح، لا، اتقال له انت مهمل، انت مش بتركز، انت بس لو تركز شوية بس، انت بس يجي منك، بس للأسف انت ما بتركز. وهو كمان ما فهمش ان دي ملاحظات، ابتدى يفهم ان دي حقيقته وان هي حقيقة بتوصفه. ومن اليوم ده ما بقاش بيحاول يتحسن، بقى بيحاول ويجتهد انه ما يغلطش. والفرق بين الاتنين كبير قوي. في صورة غلط دايما بناخدها عن ال ADHD. في ناس فاكرة ان ال ADHD دايما صوته عالي، دايما طفل كده شقي، بيتحرك كتير، ما بيقعدش، عنده شقاوة مفرطة، شقاوة بزيادة قوي. بس في نوع نادر جدا لما حد يشوف ان طفل عنده ADHD بس قاعد ساكت، ما بيعملش حاجة، بالعكس هادي جدا، بس طول الوقت سرحان، دماغه مش واقفة، دماغه شغال على طول وبتجري دايما. المدرس من بره شايفه هادي، الأهل اللي عايشين معاه شايفينه مش مهتم باللي هم بيعملوه، بس الحقيقة إن الطفل ده تايه جواه. الطفل ده هيكبر، ولما يكبر ويبقى إنسان كبير هيبتدي يشك في نفسه حتى لو هو صح. تعالوا كده نخش جوه دماغ الطفل ده لما كبر، ونعيش يوم واحد بس جوه دماغه، ونتخيل ونشوف هو بيعيشها ازاي. الطفل ده او الشخص الكبير لما هيصحى من النوم هيبقى ناوي يعمل حاجات كتير قوي. هيفتح موبايله يشوف اشعار معين، دقيقة، دقيقتين، نص ساعة، يقعد على الموبايل، بعد كده يقفل الموبايل. هو مش فاكر كان ناوي يعمل ايه. هيقعد قدام شغل مهم لازم يخلص. العقل هيرفض الفكرة دي، مش عشان هو كسلان ولا رافض ولا لانه مش عايز، لكن لان دماغه بيشتغل بالضغط. وهيوصل لبالليل صوت واحد بس اللي شغال: انت ليه كده؟ انت ليه مختلف عن الناس؟ انت ليه مش عارف تركز؟ انت ليه مش عارف تواكب الحياة مع نفسك؟ قليل قوي اللي يقولك حقيقة ال ADHD ان هي مش مشكلة تركيز، دي مشكلة إدارة طاقة. الدماغ ده بيشتغل لما يتحمس، يعني الشخص ده لما يتحمس هيعرف يبدع، وهيقفل خالص لما يتحط في ملل. يعني ما ينفعش تخلي الشخص ده ملان، علشان كده ممكن ينسى مواعيده، مفيش مشكلة عنده، بس ممكن يقعد 7 ساعات مركز في حاجة واحدة بس وينسى كل حاجة في الحياة، ينسى ياكل. ده مش تناقض على فكرة، دي طبيعة دماغه. لما يحب حاجة هيبدع فيها، بس تضغطه وتخليه يشتغل تحت ضغط مش هيديك أي نتيجة. خليني أسألك شوية أسئلة وما تجاوبش بسرعة، فكر بالراحة وعلى مهلك. هل بتبدأ يومك بحاجات كتير وما بتكملش أغلبها؟ هل بتحس إن دماغك شغالة حتى وإنت تعبان؟ طيب بتنسى حاجات مهمة وتفتكر تفاصيل صغيرة قوي؟ طيب بتجلد نفسك علشان دايما ما بتركز؟ طب لما حاجة بتعجبك بتغرق فيها وتنسى الوقت وتنسى حياتك وتنسى كل حاجة؟ بتتحمس قوي وبعدين الحماس يختفي فجأة؟ حاسس طول عمرك انك اقل من غيرك رغم انك بتبذل مجهود كبير عشان تبين مجهودك؟ لو جاوبت بآه على 4 أسئلة او اكتر من الأسئلة اللي فاتت، ده مش تشخيص على فكرة، بس إشارة بسيطة إنك محتاج تفهم دماغك مش تهاجمها. خلينا بقى نتكلم عن أخطر حاجة بتيجي مع ال ADHD: العار اللي بيجي مع النسيان. عار إنك نسيت، عار إنك اتأخرت، عار إنك خيبت أمل حد، فتبتدي تتعلم تمثل، تضحك، تهزر، وفي الآخر تجلد نفسك في السر. وده سبب إن ناس كتيرة ما اكتشفتش ADHD وجابت آخرها علشان كانوا فاكرينه حاجة عادية، ما كانوش واخدين بالهم إنهم عندهم ADHD. طب ليه أصحاب ال ADHD بيجلدوا نفسهم؟ وليه أصحاب ال ADHD قاسيين قوي على نفسهم؟ علشان اتربوا على فكرة إن الغلط اختيار، بس النسيان استهانة، وإن أجل الحاجة ده قلة احترام، فكبروا وهم شايلين ذنب على حاجة ما كانتش بإيديهم. الذنب ده اللي بيجلدوا بيه نفسهم مش إنهم بيكرهوا نفسهم، هم بيحاولوا يسيطروا. كان عقلهم دايما بيحاول يسيطر على حاجة هو مش قادر يعملها. كأن العقل بيقول: لو ضربتك قبل ما الدنيا تضربك يمكن تنجح.
خليني احكي لك عن شخص لو شفته عمرك ما تقول عليه عنده ADHD. الشخص ده على فكرة دخل كلية طب، طلع من الأوائل كمان، وبيتمرن رياضة بانتظام ومنضبط جدا وناجح قوي، بس كل ده من بره. جواه أي نسيان بسيط كان بيجلده، بيعذبه. اي تأجيل صغير كان بيخليه يكره نفسه، مش طايق نفسه، وكان حاسس دايما انه بيجري بمجهود مضاعف علشان يوصل لنفس النقطة اللي ناس تانية بتوصل لها عادي كده، لحد ما بالصدفة، مش علشان شك، بس عشان عمل تقييم لحاجة تانية. ولما اتشخص كان التشخيص ADHD. وقتها قال جملة تلخص القصة كلها: انا ما نجحتش رغم ADHD، انا نجحت وانا بدفع تمن نفسي رهيب. مش كل اللي حاسس بالحاجات دي يبقى عنده ADHD. ناس كتيرة بتتلخبط في النقطة دي، وأحيانا اللي باين إن عنده ADHD بيطلع حاجة تانية. طب تعالوا نشوف إيه الحاجات التانية. لو طفولة مليانة توتر هتخلي دماغك دايما صاحية طول الوقت، دايما بتفكر، دايما في وضع استعداد، دايما في وضع مطالبة فيه إنها تركز بزيادة. لو شخص بيتعرض لقسوة والقسوة دي كانت دايما متكررة هتكسر تركيزه، ده شيء طبيعي. وأي إرهاق نفسي بيمر بيه أي شخص هيؤدي لإيه؟ لتشتيت طبعا وقلة تركيز. علشان كده السؤال الصح مش نسأل أنا عندي ADHD ولا لأ، في سؤال أذكى: إيه اللي حصل لي خلى دماغي كده؟ تعالوا مع بعض نشوف قصة بنت كانت دايما الأولى، شاطرة منظمة بس تعبانة. كل أعراض ADHD كانت موجودة، بس العلاج ما كانش لدماغها، كان لطفولتها. ومع أول أمان حسيت بيه التركيز رجع. مش كل تشتيت اختلال عصبي، أحيانا ده أثر قسوة تعرض ليها الشخص في الماضي. طيب تعالوا نسأل سؤال مهم: لو دماغك ADHD انت مش محتاج انضباط اكتر، انت محتاج بيئة احن، انك تتعلم تقسم طاقتك على حاجة انت بتحبها، تغير شكل المهمة بدل ما تجلد نفسك، وترحم نفسك. ودي اهم جزء في الخطة. ولو انت عايش مع حد ADHD لازم تفهم شوية حاجات مهمة: ان نسيانه مش قلة اهتمام، وتأجيله للحاجات مش عدم احترام. لازم تفهم ان دماغه بيتنقل بسرعة بين الحاجات، ومحتاج انه يفهم مش تضغطه. الطفل اللي تعاقب علشان دماغه مختلف كبر وهو فاكر انه هو المشكلة، بس يمكن اول مرة في حياته يحتاج يسمع الجملة دي: انت كنت طفل محتاج فهم مش ضغط. ولو حسيت ان القصة دي عنك، انت مش لوحدك، وانت مش وحش، انت بس كنت محتاج طريقة تفهم بيها دماغك مش اكتر. لو الكلام ده لمس حتة جواك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واكتب لي في التعليقات حسيت ان عندك ADHD او تعرف حد عنده ADHD. اشوفك في الحلقة الجاية من نفسية بدون فلتر.